الفتة هو أكثر نوع مقبلات نسويه برمضان لأن كلش طيب وسهل. واليوم سويت لكم فتة دجاج بالسماق. أول شي أخذت شرائح من صدر الدجاج، ضفت عليه ملعقة لبن، بهارات دجاج، عصرة ليمون، رشة ملح، وخلطتهم. بطاوة حامية وبيها شوية زيت حمست الدجاج، بس نشف وبدأ يستوي ضفت له رشة من السماق، حمسته لحد ما أخذ لون بهذا الشكل، طفيته من النار. بعدين أخذت خبز العيش أو الخبز اللبناني وقطعته بهذا الشكل، وبزيت حامي خليته، أخذ من عندي ثواني لحد ما صار كريسبي بهذا الشكل، طلعته. للصوص أخذت كوب من اللبن أو الروبة، ملعقة من الراشي، عصرة من الليمون، وفص ثوم مهروس، ورشة من الملح. خلطتهم وصار عندي الصوص. في صحن التقديم خليت من الخبز المقرمش اللي سويناه بوتيتا مقلية والدجاج، بعدها ضفت عليه الصوص بهذا الشكل، وأكيد كرفس أو معدنوس مثروم، رمان لأن ما تكمل الفتة بدون الرمان، والخبز المقرمش. وهيك صارت عندكم أطيب فتة دجاج بالسماق، وألف عافية يا الغالين.